ليه البحر اللي المفروض محدش بيغرق فيه هو نفسه بيغرق؟ وايه علاقة الانسان بموت اغرب بحر في العالم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحر الميت واللي اسمه غريب مش لايق على طبيعته، بدأ فعلا يموت حرفيا، وفي ناس للأسف بتساهم في موته واختفائه من على وش الأرض، وساعتها هيبقى اسمه مظبوط عليه 100%. في الوقت اللي منسوب البحار بيرتفع في العالم، منسوب البحر الميت بينزل بطريقة مرعبة. البحر اللي في أوطى نقطة على اليابسة واللي بيعتبر واحد من أهم الأماكن السياحية العلاجية في العالم، ده غير إنه كمان من أعمدة الاقتصاد في المنطقة. بس للأسف في توقعات إنه هيختفي خالص خلال سنين قليلة. المصيبة بقى إن المناطق اللي حواليه بدأت تتحول من مناظر طبيعية مبهرة لأماكن خطر جدا وممكن تبلع الناس حرفيا. أهلا بيكم، أنا مصطفى الدمنهوري، والنهاردة هحكي لكم عن أغرب بحر في العالم. وقبل ما نبدأ، لو أول مرة تتفرج علينا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك الفيديو اللي جاي. رغم إن اسمه البحر الميت مش بحر أصلا، هو بحيرة مالحة مقفولة موجودة بين الأردن وفلسطين في جنوب غرب آسيا. المصدر الأساسي للمية اللي فيه هو نهر الأردن، واللي بيجي من الشمال ويفضي ميته في البحيرة. الناحية الشرقية من الشاطئ بتاع الأردن والناحية الغربية بتاعت فلسطين، بس الاحتلال الصهيوني والوسخة سيطر على الشمال والجنوب من الناحية الغربية. البحر ده ملوش منفذ على محيطات أو بحار تانية، وده بيخلي المية اللي بتبخر تسيب وراها كمية ملح ضخمة بتكون متخزنة جوه البحيرة وعلى شواطئها. علشان كده المية هناك تقيلة قوي ومليانة ملح، لدرجة انك تقدر تطفو عليها من غير ما تسبح ولا حتى تغرق. الناس اللي بتزور البحر بيحبوا يناموا على المية وبيسيبوها ترفعهم بكل سهولة كأنهم فوق مرتبة، بس الملوحة الزيادة دي بتخلي الحياة مستحيلة للأسماك أو النباتات، وده سبب الاسم البحر الميت. بس هو مش ميت تماما، العلماء اكتشفوا ان في انواع من البكتيريا والطحالب عايشة تحت المية. البحر الميت كان ليه كذا اسم زمان، زي بحر الموت او البحيرة المنتنة علشان ريحته كانت شديدة ومالحة جدا. كمان كان بيتسمى بحيرة لوط لان في روايات بتقول ان سيدنا لوط وقومه كانوا عايشين حوالين المكان ده. ورغم ان البحر ده واحد من املح الاماكن في العالم، الا انه مش رقم واحد في الملوحة. اللقب ده بيروح لبحيرة اسمها دنخوان في القطب الجنوبي، واللي فيها ملوحة اكتر من 40% مقارنة ب 34% في البحر الميت. البحيرة دي عمرها ما بتتجمد حتى لما الحرارة بتوصل ل50 تحت الصفر. الملح في البحر الميت بيتشكل على هيئة حاجات غريبة زي اللقائق الملحية، وكمان مكعبات بتتشكل في الطين واللي اسمها الماس الملح. البحر الميت كمان معروف بالسياحة العلاجية، وده علشان الأملاح اللي فيه بتساعد على أمراض زي الحساسية والصدفية والإكزيما وحب الشباب. والمعادن اللي في المية زي المغنيسيوم والصوديوم، واللي بتساعد الجلد يحتفظ بالرطوبة بتاعته، وده بيخلي البشرة أنعم وأنظف. وطبعا طين البحر الميت الناس بتحطه على جسمهم، وده علشان يستفيدوا من الفوائد بتاعته، وبيتباع في مستحضرات تجميل كتير في العالم كله. والفوائد مش بس في المية والطين، الهواء نفسه هناك ليه فايدة كبيرة، لأن البحر الميت أوطى نقطة على سطح الأرض، بنزور 430 متر تحت مستوى البحر، وده بيخلي نسبة الأكسجين فيه أعلى من أي مكان تاني، من 3% لحد 4% أكتر من المعدلات الطبيعية. الناس اللي عندهم ربو أو مشاكل في التنفس بيحسوا بالفرق فورا لما بيزوروا المكان ده. حتى الضغط الجوي بيأثر على ودانك زي ما بتحس بيها وانت نازل من الطيارة. اما اقتصاديا فالبحر الميت ليه اهمية جبارة في صناعات زي الفوسفات والبوتاس والملح، وده غير مستحضرات التجميل. الملح كان ليه قيمة كبيرة من زمان، والرومان زمان كانوا بيقبضوا الجنود بالملح بدل الفلوس. لكن رغم كل ده البحر الميت في خطر كبير جدا. من وقت الستينات والاحتلال ابن الأسرة بدأ يحول مياه نهر الأردن جنوبا، وده قلل المياه اللي بتوصل للبحيرة. وكمان الأردن والاحتلال
الاحتلال أنشأوا مصانع. المصانع دي بتسحب المية علشان الأملاح والكيماويات، والنتيجة منسوب المية بينخفض حوالي 1.5 متر في السنة، ومساحة البحر اللي كانت 1050 كيلو متر في الثلاثينات بقت في 2016 حوالي 605 كيلو متر بس، ومعدل الانخفاض زاد من 70 سنتي ل 120 سنتي في السنة. في ناس بتقول البحر مش هيختفي خالص بسبب عمقه، بس في ناس تانية شايفة ان فعلا في طريقه للزوال. البحر ده بيتكون من حوضين، شمالي وده غويط جدا بيوصل ل 300 متر، وجنوبي ضحل جدا اقل من 3 متر، وبسبب التبخر واستغلال المية الحوض الجنوبي اتقسم لأحواض تبخر صناعية. النهاردة البحر الميت تقريبا اختصر في الحوض الشمالي بس، وبدأت المشاكل تظهر. المنتجعات اللي كانت على الشاطئ بقت بعيدة عنه 2 كيلومتر، وكمان ظهرت حفر ضخمة وخطيرة جدا حوالين البحر، وده بسبب تفاعل الملح مع المياه الجوفية. في آخر 15 سنة ظهر أكتر من 5000 حفرة، بعضها بيوصل قطرها ل 100 متر، أما عمقها بيوصل ل 50 متر. ولو استمر الوضع كده البحر الميت هيختفي خالص، هنفقد مكان علاجي واقتصادي وسياحي من أهم الأماكن في العالم، وساعتها هيبقى البحر الميت ميت فعلا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن البحر الميت. قولوا لنا في الكومنتات تحبوا نتكلم عن إيه في الحلقات الجاية. أما لو الفيديو عجبكم ما تبخلوش علينا بلايك حلو وشير لأصحابكم، ولو دي أول مرة ليك معانا يبقى لازم تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك كل جديد أول بأول. أشوفكم على خير، وخليكم دايما فاكرين المعرفة قوة.